السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخيميائي هي رواية للكاتب البرازيلي باولو كويلو. بتدور أحداث الرواية عن راعي أغنام في الريف الأسباني اسمه سانتياغو، واللي كان بيحلم وهو نايم تحت شجرة جنب إحدى الكنائس القديمة بوجود كنز مدفون جنب الأهرامات في مصر. كان الحلم ده بيتكرر معاه كل ما ينام، فبقى سانتياغو في صراع مع نفسه، يا ترى يصدق حلمه ويجري على مصر عشان ياخد الكنز ويحقق حلمه، ولا يفضل في بلده مع أغنامه. وفي يوم قابل سانتياغو عرافة وحكالها عن حلمه اللي بيتكرر معاه، فقالت له العرافة إن الكنز موجود وإنه لازم يفضل ورا حلمه. بعد كده اتقابل براجل يدعى الملك سالم، واللي قاله إن هو كمان كان ليه حلم وحققه، وشجع سانتياغو على البحث عن حلمه، وقال له إنه لازم يسعى ويصمم على تحقيق حلمه رغم كل المشقة والصعوبات اللي ممكن تواجهه. وبالفعل قرر سانتياغو إن يجري ورا حلمه عشان يحققه، فباع كل أغنامه واستعد لرحلته في البحث عن الكنز. بدأ سانتياغو رحلته لأفريقيا، وفي طريقه لمصر لكنه اتعرض للسرقة وفقد كل فلوسه، فاضطر للعمل في المغرب مع تاجر كريستال لحد ما يقدر يوفر الفلوس اللي هتساعده يكمل رحلته لمصر. وفي أثناء تواجده في المغرب اتعلم اللغة العربية، وبعد ما جمع الفلوس اللي تقدر تخليه يكمل رحلته لمصر التحق بقافلة في الصحراء كانت متجهة لمصر. في خلال الرحلة قابل راجل إنجليزي بيتقن اللغة الأسبانية كان اسمه الخيميائي، واللي قاله إنه هو كمان بيدور على حلمه إنه يكون خيميائي، وعشان كده هو رايح لمصر عشان يقابل راجل في واحة الفيوم عنده سر الخيمياء، وهو تحويل المعادن الغير نفيسة إلى معادن نفيسة زي تحويل الرصاص لذهب. وفي أثناء الرحلة بيقابل سانتياغو فاطمة اللي حبها من الوهلة الأولى، وعرض عليها الجواز ووافقت، وبقى بين اختيارين: يفضل مع حبيبته وينسى فكرة الكنز، ولا يواصل سعيه لتحقيق حلمه. فنصحته فاطمة بأنه يكمل سعيه ويفضل ورا حلمه ويحققه، ووعدته إنها هتستناه. بعد انتهاء الرحلة والوصول لمصر تابع سانتياغو خطواته ووصل أخيرا للأهرامات، وبدأ بالحفر للبحث عن الكنز. وأثناء الحفر ظهر فجأة 2 حرامية ضربوه وسرقوا الفلوس اللي معاه. ولما حكالهم عن حلمه وكنزه اللي بيدور عليه قال له الزعيم: انت غبي لأنك صدقت. في حد يصدق حلم؟ ما أنا مرة حلمت إن في شجرة جنب كنيسة في أسبانيا بينام تحتها رعاة الغنم، وإن تحت الشجرة دي كنز، وما صدقتش. بذمتك في حد عاقل يعبر الصحراء عشان حلم؟ لو أنا كنت مغفل كنت هسافر لأسبانيا عشان أدور على الكنز اللي تحت الشجرة. وقتها عرف سانتياغو إن دي إشارة، لأن المكان اللي وصفه الحرامي هو نفس المكان اللي كان بينام فيه، وهنا عرف فين هيلاقي الكنز بالظبط. رجع الراعي لبلده وتوجه للشجرة اللي كان بينام تحتها وبيحلم بالكنز، وبدأ يحفر بحماس لحد فعلا ما وصل لصندوق مليان بالذهب والمجوهرات. بعدها رجع مرة تانية للصحراء ناحية الواحة اللي جمعته بحبيبته فاطمة، واللي وعدته إنها هتستناه، ووافت بوعدها. وبتنتهي الرواية بأن سانتياغو حقق حلمه وأسطورته الشخصية بعد معاناة وتعب زي ما قاله الملك سالم. بكده تبقى خلصت روايتنا النهاردة، وإلى اللقاء مع رواية أخرى.